هذيك من هذيك اللسان يجمع لسانه شويه، بنادم يجمع لسانه من الحس. لان القيمه ديال المغربي راه ما كيعرف بها غير الانسان ملي يكون خارج من بلادو. القيمه ديال المغربي ما كيعرف بها الا الانسان ملي كيخرج من بلادو وكيعاشر البراني وكيسمع شنو كيتقال على بلادو. انا شخصيا كواحد من الجاليه اللي خارج من البلاد وعاشرت بزاف ديال الجنسيات العربيه، ما كاينش شي واحد كيقول شي حاجه خايبه على المغرب. هادوك الناس اللي كنعرفهم انا شخصيا كلهم، وحتى اللي تلاقيت معاهم صدفه وتكلمت عليهم، كلهم كيعرفوا المغرب، بينما انا سولتهم على بعض الدول في شمال افريقيا ما كيعرفوهمش. دابا انا اللي كنتمنى من بعض المغاربه انهم يعطيو القيمه لروسهم، لان الا ما عطاوش القيمه لروسهم ما كاينش اللي غادي يعطيهم القيمه لا داخل ارض الوطن لا خارج ارض الوطن. لان الانسان ملي كيكون باغي غير المتابعات، تتصور ان كندور في تيك توك بعض المرات ملي كان من اللايفات وكنبغي غير ندي فلان نبدل الجو، كنبقى غير ندور كنتلاقى مع شي واحد داير شي فلتر ديال رايه مغربيه، واخا يكون براني ما عمرو ما تعرف ولا عمرو ما تشهر، وكتلقى غير المغاربه بوحدهم اللي معلقين ليه اولاد بلادهم ما مسوقينش ليه. علاش هاد الشيء هذا ما يكونش بين المغاربه بعضياتهم؟ نعطيك واحد المثال وغندير وغنزيدك نقطة المقارنة. آه، انا نقول لك الصدفه. انا باش عرفتك اخي اوسي، نكون معك واضح، كنقلب شنو لقيتك دير واحد الفيديو. انا نعطيك اخي ساقر باش ما نطولوش، باش قيس واحد الفيديو ديالك كتقول مازال خوتي بحال المغاربه خويا سليم، السلام عليكم. من بعد انا واحد الساعه. صافي اخي ساقر. شنو لقيتك داير واحد الفيديو، فهمتيني؟ شنو لقيتك داير واحد الفيديو خوتي المغاربه راني كندير الكونت كيطيروا ليا، عاونوني. وكانوا فيديوهات عندك زوينين اخي صح اوزي في الاول في الكونت الاول. كاينه ولا ما صح كايناش؟ صح، كاع دوك الحسابات مشاو بقاو على جوج. اه علاش؟ كانوا كيدعموا ولاد البلاد ما يمشيوش حساب، ولا اللي يمشي لك حساب يرجع حساب دغيا. كاينه ولا ما كايناش اخاي اوزي؟ هذا هو المشكل اللي كتعاني منه، بما انك انت واحد الانسان كتدافع على المغربيات وكتدافع على المغاربه، واي حاجه كتضر بلادك كتصدى ليها. كتسمع السبان في البريفي والمعيار وكيوصلوك شي حوايج خايبين انت من تصاور حاشاكم ديال اوضاع مخله للادب كيوصلوك، وواحد ولد بلادك كيدوز على الفيديو بحال الا ما شافوش، وملي كيشوف شي واحد براني كيقول المغرب، يتبعوا باللايكات والبارطاج ويتبعوا. هذا هو المشكل اللي كنعانيو منه، ان ما كنعطيوش القيمه لبعضياتنا، كنعطيو القيمه للبراني كثر. البراني شنو غادي تستافد من البراني الا لقى البراني الا لقى تدويره من بلاصه اخرى والله حتى يبيعك. البراني الا راه لقى سي المدخول في اوزي بلاصه هادشي اخرى اللي والله حتى كنديرو. يبيعك. غير باش الله ينورك. شوف الاخوان هنا باش نرجعوا لواحد النقطه مهمه الاخوان. النقطه ديالنا الله ينورك اخي اوزي ومرحبا بك راه في وسط خوتك. هنا اخي المستشار والاخوان. المستشار هنا نرجعوا لبعض النقاط والكلمات اللي دازوا في اللايف ديال اول البارح واللي تكلمت عليهم. انا عندي سؤال لرشا، تكون معكم واضح. في التقديم اللي تقدمت المدعو الله شرعي في التقديم قلت له كنقدمكم الدكتور الذي نحت اسمه في صخر من ذهب. نعم نعم انا باش فهمتيني. نحت نحت اسمه في صخر. نعم بعدما ان طبل للسعوديه ثم قذفها. نعم نحت في الصخر بعدما هاجم قطر وبعدها طبل واعطى شنو شنو عطى انه بدا كيواليها. نعم نحت اسمه في الصخر بعدما طبل للجزائر واعطاها لها الولاء واقسم ان يدافع عليها. وموجود هذا الشيء، واقسم ان يدافع عليها. راه اقسم موجود.
راه موجود الفيديو انه يقسم وكيحلف انه سيبقى ولو وما شنو كما بقى، انه سيدافع عن الجزائر. شاكي بالمايك اخويا، راه كاين موجود الفيديو ديالو انه تيحلف وتيقسم الجزائر انه هيبقى كيدافع عليهم مهما حدث. فهمتيني؟ نعم، نحت اسمه في صخر من ذهب حينما هاجم المغرب وبدأ يتودد له، وفي هذا التودد أنه يمرر مغالطات ويتدخل فيما لا يعنيه. يعني تتكلم الشؤون الداخلية ديال المملكة وكيبغي يعطي الرأي ديالو في السياسات وكيدير الشيطنة ما بين المغاربة. هادشي اللي تنتكلموا عليه حنا. هاد الشخص ها كيفاش، فهمتيني؟ فقط حنا ملي قلنا له راه غير واحد، حنا ما نذكروا الخوت ما تهضرولياش على القديم، ما تهضرولياش على القديم. حنا داكشي اللي تنقول لك تقول حكا راه اعتذر ولا، وحنا اللي بغى يسامح له هذاك شغالو. حنا دابا كنهضروا غير على الجديد. راه غير واحد 3 النقاط راه ذكرهم مستشار، 3 ديال النقاط ناقشونا فيهم اخوتنا المغاربه، قنعونا. حينما قال لك، قال بفمو عنده 3 القضايا. شنو هما؟ هو باغي يعرف الشركات والصهاينه اللي تيتحكموا ويفضحهم، اللي كيتحكموا في اقتصاد المغرب. هو قال لك، والملف الثاني هو ان الحضاره والتاريخ ديال الدوله العثمانيه وسخوه المؤرخين والدكاتره ديال المغرب، بغا يلمعوا. ودابا اللي كيتكلم قال لك انه بغى يبين الاصوات ماشي الاصوات، ماشي حتى الاصوات، الاصوات اللي ضد الطبع. فهمتيني؟ راه هذاك اخي علم زحسول، هذاك الشيء راه ملي نفهموا لشي حمره وبعره باش يفهموا هذا الشيء، راه ما بغاوش يفهموا. ما نطولش اخويا صقر، ما قالك على ما يجي. تفضل اخي عز الدين. السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا، كل واحد بالاسم ديالو. انا ما غادي نطرح سؤال، ما والو. اللي بغى سؤال ولا اللي بغى عنده كيبان ليه في الكلام ديالنا تناقض يجي عندنا، مرحبا به، ونقريو كما قرينا الشيخ الفزازي وهرب، ذهب مدحورا مدلولا صغيرا. انا كنت في بلاصه الفزازي ويوقع لي داكشي في شي لايف نخوي المواقع ديال التواصل الاجتماعي، ولكن للاسف اللي ما عندوش النفس هو هذاك، ما عندنا ما نديرو ليه. ومادام الفزازي قال لهم انا واحد القضيه اللي ولات كدورني، ولا اللي دوا كيقول لك الا كنتو رجاله والا كنتو كتشكوا فينا واش رجاله، جيبوا خواتاتكم، تعرفونا واش رجاله ولا ماشي رجاله. ما عمرني هضرت بهذا الاسلوب هذا. اللي كيشك في الرجوله ديالنا يصيفط اختو. مع احترامي للاخوان كاملين، ما عمرني استعملت هذا المصطلح، ولكن انا استعملته دابا. السي الفزازي الا كتقول لي تلقى لي الا كان شي واحد راجل، انا كنقول لك انت الا كنتي راجل سير رفع بينا دعوه باسم اسعد الشرعي. انا عز الدين مغاربه الوحده الترابيه، سير النيابه العامه ودي معك اسعد الشرعي، رفع بينا دعوه الا كنتي راجل. انا رفعت معك التحدي للسقف مره اخرى، ونشوفوا شكون راجل فينا ديك الساعه. وها وجهي بلاتي شاد المصيبه اللي تحلم ما بغاش يبان. هاو جا السي الفزازي، انا كنتقد اسعد الشرعي، والا كنتي راجل الفزازي ارفع بينا دعوه، ماشي انت. هو ملي يجي من بعد 15 يوم ديه عند البوليس، يدير تقرير ويدير محضر ويدفعوا للبوليس باننا تهجمنا عليه. اتحداك وكون انت ضمن الشهود، انت والمطبلين كاملين تسجلوا كشهود، ونعرفوا شكون الراجل فينا. لان مصطلح الرجله راكم وليتو كتستعملوه، وربما الا عندكم نقص في الرجوله ما تتهموش المغاربه كاملين بالرجوله. اشم ان هناك ضعف في الرجوله، ما عرفت.
انا اللي بغيت نعرف واللي بغيت نفهم هو علاش هاد الناس هادو بغيو يسدوا الافواه ديال المغاربه ما يديروش النقد. علاش؟ هادي اللي ضرتني في خاطري انا. باي صفه، باي صفه من صفه قانونيه بغيتونا ما نهضروش، بغيتونا ما نديروش النقد. حنا ما كنطبلوش للايجابي، الايجابي متفقين عليه. الا كنتو نتوما كتطبلوا لي وكتسخروا الطعارج ولا كتفرقوا الجمر على الشيشات، هذاك شغلكم. لان داك الايجابي هذاك المفروض، الايجابي مادام هو كيقول معاكم هذاك المفروض اللي خصو يكون. ولكن السلبي اناقشه والسموم اناقشها. وقراو كيفاش كيدار النقد. سيروا تقراو، كيفاش كيدار النقد. والنقد البناء، لان النقد راه هو صنفين، كاين النقد من اجل النقد وكاين النقد البناء. الا ما كنتوش كتعرفوا هذا الشيء فاحنا راه مستعدين نديروا لكم سوايع في التاطير في هذا الشيء هذا بما علمنا الله. وكل من هب ودب ولا كيجي وكيتعالى علينا وكيتطاول علينا كأن المغرب ديال بوه، كأننا حنا غير داخلين على هذا المغرب هذا. انا راه كنقولها لكم، اجي عندي ونناقش معك باحترام. الاخوان راه ما يطلعوكش، انا راه نطلعك ونعطيك المساحه، وكنعرفك ما غاديش تقدر تعتذر، كنعرفك ما غاديش تقدر تعتذر من اللي غادي تخسر. غير الا هربتي بحال الفيزازي، حافظ على المروءه ديالك، حافظ على المروءه ديالك وبقى تستحي. ما تبقاش تدور تنقز من الكيس لكيس مظلوم وكتبكي. المقطع ديال الفيزازي راه بزاف ديال الناس باقيين ما شافوش وما غنحطوش دابا، ما غنحطو تيكون في العماريه عاد غنحطو كيفاش هرب وكيفاش كيكذب. والسي الفيزازي بصفتك الشيخ، راه الرسول صلى الله عليه وسلم تسول 3 ديال الاسئله: يا رسول الله المسلم يزني؟ قال نعم. يا رسول الله المسلم يسرق؟ قال نعم. وسئل السؤال الثالث: يا رسول الله المسلم يكذب؟ قال لا. فإذا أنت كذاب، فما محلك من الإعراب في هذا الحديث؟ ورغم أنك هربتي فأنا مستعد نواجهك مرة أخرى، لأنني أنا ما عندي ما نخسر، ولكن نقدر نحفظ لك ماء الوجه. إلا بغيتي تجي شي مواجهة أخرى مرحبا، راه نشرحوها بما هو قانوني وبما هو دستوري وبما هو أخلاقي وبما هو وطني. ما كاينش عندنا المشكل في هذا الباب. وأنا لست بدكتور ولا بعالم ولا بصحفي ولا بأستاذ، مواطن مغربي سباغ، كندير السباغه، كندير شويه ديال الخيال، شويه ديال الستيكو. لا بغيتي ندير لك السيراج وندير لك الستيكو نردك بريو، بغيتي الخيال بالزقلي ندير لك الخيال بالزقلي، بغيتي تضربها الماط ندير لك الماط ونهودو في حالنا وندورو مع الدوره. ما عندناش المشكل في هذا الباب هذا. رحم الله عبدا عاش وعرف قدره. استحيوا شويه، استحيوا شويه. راه غطيحونا في البياج، راه ما غنطيحوش لكم في البياج. راه كنفهموا القانون مزيان، راه ما غادي نسبوكم، ما غادي نعايروكم، ما غادي نديروا لكم والو، غير ما تسدوش. راه الصنيبي ملي جا راه قبل ما يبدا المناظره قال: من حق المغاربه ان ينتقدوا، وقال ينتقدوني حتى انا. ليست مكانتكم كالدكاتره، ودخلتوا الدكاتره في الباب ووصلتوا لهم باننا خوناهم. اتحداكم اننا خونا شي واحد. والتخوين ليس هو اسقاط الوطنيه، غير باش ما تبقاوش تطيحوا في هذا الخطا. التخوين ليس هو اسقاط الوطنيه. راه جنرالات تحكموا بالاعدام وكانت التهمه ديالهم الخيانه العظمى، وماتوا ودفنوا مغاربه. حنا ما كنسقطوش الوطنيه ولا كنعطيو الوطنيه، ولكن الحيثيات ديال الخيانه راه واضحه بعض الناس. انا ما كنقصدكش انت وما كنقصد حتى شي واحد. ملي كنقول سعيد البارصه خائن خائن، انتهى الكلام. ملي كنقول واحد قال العصيان المدني هذه خيانه، هذه خيانه، انتهى الكلام. وانا راه كنقول لك راه كاينه النيابه العامه اللي كتفصل في هذه الامور، ما ديروش محاكم. والسؤال اخر هو: متى كان المغربي يحاكم المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي من اجل الاجنبي؟ والى كل من يقول اسعد الشرعي يمثلني، راه جاي بعد 15 يوم، فكنتمنى تعطيه اختك وتناسب معه. وبعد ديك الوقيته غادي نلتمس لك العذر، راه غنقول نسيبك. وتحياتي للمغاربه. خويا عزين، انا نمشي معاه انه يتنازل له على الجنسيه ويمشي هو لبلاصتو اليمن، كاين حتى مشكل. وداك الساعه حنا مي هيتنازل له ويدير واحد يمشي للشهر العقاري، يعني يمشي لهداك فهمتيني، يكتب له الجنسيه باسم ديالو
يخوي يمشي هو اليمن، وحداك الساعه نفكروا واش يرجع مغربي معنا ولا لا. وما في التالي انه غنقول له سير مع هذوك اللي سمحوا لك.